بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بقى إن شاء رب العالمين بعد الحاجات تسهل علينا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، كلها أيام قليلة. عدى شهر رجب، كل سنة وانتم طيبين، وعدى شهر شعبان. خلاص بقينا كده دخلنا خلاص كده على الأسبوع الأولاني. ربنا يعيده عليكم يا رب، ويبلغكم كمان رمضان وانتم في خير وصحة وسعادة. فبعد التجهيزات زي ما انتم شايفين كده اهو، بدأت قلنا نعملها معاكم. هتسهل عليكم إن شاء الله شهر رمضان، ما نقعدش نضيع وقتنا فيه ونعملها، لا تبقى جاهزة عندنا نطلع على طول ونسوي الأكل عشان ما ياخدش مننا وقت، وندخر وقتنا ده لطاعة الله عز وجل. هنبدأ ونسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كان عندي شفت الأول أول حاجة إن أنا جبت شوية توم بقى من اللي كانوا عندي متخزنين، وبدأت أقشرهم وأحطهم في كيس وأحطهم في التلاجة عادي، باب التلاجة، مش بحطهم في الفريزر. أنا بحب التوم فريش كده زي ما انتم شايفينه، واخد منه الكمية اللي أنا عايزاها. ده مش هيأثر عندي، لو أنا ضربت على طول في الكب هيبقى سهل عندي، مش هياخد مني وقت. عندي برضو شويه بصل احمر والابيض، طبعا ده لاستعماله وده لاستعماله. خدته زي ما انتم شايفينه، برضو بدات انضفه. كان عندي شويه بطاطا بقى مع الحاجات دي كلها، رحت غسلاها وقلنا نحطها في الفرن. البطاطا اللي هي البيضه الحلوه المسكره دي. برضو شايفين المربى برضو بتاع الفراولة، قلنا نستعملها. الفيديو فيه حاجات كتيرة جدا، قلنا برضو هنستعملها ممكن في زواف البيتي فور، في حاجات بدل اللي هو المشمش. طبعا المشمش متوفر معانا دلوقتي، فقلنا نعملها برضو ونخليها لو هنزوق بيها حاجة ان شاء الله معاكم. في شهر رمضان هتنفع في حاجات كتيرة. عملتها وبرضو هنشوف الطريقة حالا بإذن الله. أنا بدأت أجمع لكم الحاجات اللي احنا عملتها في اليوم ده، بس هتوفر عليا حاجات كتيرة جدا. مربى فراولة جبت حوالي 2 كيلو، عملت كده شوية وهوريكم بقى طبعا الباقي عملت بيه وطلعة جميلة جدا، وهنشوف الطريقة بإذن الله. كده خلطنا البصل وخلصناه، وكده عملت التوم وعملت شوية المربى اللي انتوا شايفينهم دول. وبعد كده غسلنا بطاطا دخلناها في الفرن، دي كانت زايدة على الموضوع. بعد كده هنبدأ بقى نشوف الحاجة التانية اللي برضو هتسهل علينا أثناء شهر رمضان الكريم. جبت زي ما انتم شايفين كده بقى. أول حاجة بدأت خلطت البصل، وبعد كده جبنا بقى شوية الفراولة. هنعملهم يعني كنت جايبة 2 كيلو فراولة، فقلنا نعمل كيلو اللي هي مربى، وكيلو تاني هتشوفوه تاني. طبعا بدأت أقطعها، غسلتها كويس جدا وحطيتها في المصفى وصفيتها، وبدأت أقطع الزهرة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده اهوت، واحطها طبعا في طبق لوحدها. هحط ياخد نص الكميه كيلو، وهناخد الكيلو التاني. الكيلو ده اللي انتوا شايفينه اللي عملت منه المربى. تمام كده. بدات اعملها زي ما انتوا شايفين كده، ونقطع الزهره ونحط في الطبق الكميه كلها لحد ما خلصناها. وبعدين هبدا بقى احطها في البوله اللي هي قدامكم دي. كده كنت خلصتها خلاص كده. هنبدا بقى نحطها في البوله، وبعد كده قطعتها شرايح، قطع شرايح صغيره، دي اللي هنعمل منها الفراولة. تمام كده. بعد ما قطعتها شرايح صغيرة كده اهوت، هبدأ بقى احط عليها حوالي كوباية سكر. تمام كده. بدأت افضيها في البولة، والتانية برضو حطيتها في بولة تانية، وعندي كوباية سكر زي ما انتم شايفين كده اهوت. هبدأ احطها وارشها عليها واركنها واغطيها شوية. تمام كده. دي خلصنا منها بعد ما اقطعها شرايح. يعني اقطعها الاول وابدأ ارشها كلها بكوباية سكر، ونركنها على جنب، ونشوف التانية هنعمل فيها هقطع بقى كل الكمية وتشوفوها، وبعدين نخش على الخطوة اللي بعدها. تمام كده حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. احنا مش عايزين نضيع كل وقتنا في طبعا في الاكل والشرب، ومش هنجيب اللحوم وبنعمل في اللحوم. دي حاجة بقى بتاعت كل واحد على حسب مقدرته. احنا مش هنجيب ولا هنقول احنا بنعمل لحمة، لا هنعمل فراخ، لا احنا نطبخ الطبخة، وربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. تمام. احنا بنقول الحاجات بقى اللي هي بالسهل، وحاجات اسعار كده متواضعه، شويه البصل شويه البتاع دول اللي هنعملهم عشان يساعدونا اثناء الطبيخ، اثناء طاعه الله عز وجل. شهر رمضان مش شهر اكل ولا شرب، ولكن اسمه شهر الطاعات. ولكن احنا بنعمل الحاجه اللي تساعدنا على الطاعه، عشان ما نقعدش طول النهار نقوم من الصبح لحد قبل الفطار واحنا عمالين نشتغل في الاكل والشرب واللازم منه. لا لا لا، يبقى الحاجه عندنا جاهزه على طول، وانا كده قاعده بقرا القران ولا بعمل بذكر ربنا، بيكون حاجتي جاهزه، ما بتاخدش مني حوالي ساعه. حاجتي جاهزه، القطه بتاعتي ضرباها او مصفيها وجهزاها في الفريزر، الخضار بتاعي مجهزاه، بسله، الحاجات دي كلها دي حاجات رخيصه وبتسهل عليا. الفراخ او اللحوم المفرومه او الكلام ده كله مش هتاخد مني وقت. ربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. تمام كده. خدت كوبايه سكر حطيتها هنا، ودي قطعتها شرايح. وخدت الكيلو التاني زي ما انتم شايفينه كده، هو خليته صحي زي ما هو. ده هقول لكم هنعمل بيه وده هنعمل بيه الاولاني طبعا انتوا شفتوا في المربى. الاتنين بيتهم، انا كنت مقطعها بالليل، سبتهم لحد الصبح زي ما انتم شايفينهم كده اهوت. وبدات بقى الصبحيه اطلعهم، وهتشوفوهم شكلهم
السكر طبعا اهو، بقت البوله مليانه ازاي، صفت الايه العصير اللي فيها مع السكر. ودي بيساعدك كمان انها ايه، يسوي وتبقى طعمها كله مسكر، بتسوي المربى بتاعتك بتبقى حلوه من غير ما تحط لها ميه، هي بميتها كده بتسوي نفسها زي ما انتم شايفينها كده. الكيلو المربى بعد الكوبايه اللي حاططها هتحطي نص كيلو، واحسبي الكوبايه بتاعت اللي انت حاططاها ده منه، تمام كده. يبقى تحط على الكيلو اللي هو قصدي الفراوله، هتحط عليه نص كيلو سكر، تمام. هنفضل بقى نشيل الريم ده كده ايه، زي ما انتم شايفين كده، كل ما تكون طبقه ريم بشيلها واركنها على الطبق. اول طبعا ما تغلي معاكي كده، هو تغلي شويه كتير كده، تبداي تهدي عليه عشان ما يفرش على البوتاجاز. اما بقى التانية زي ما انتم شايفين الايه الكيلو التاني، برضو طلعت شفت الميه بتاعته، ده هحطها في علبه واحطها في قلب الفريزر واغطي عليها. وهنشوف استخداماتها بعد كده ان شاء رب العالمين في ايام رمضان باذن الله. ممكن نزوق بيها حاجه، ممكن اضربها واعملها عصير. انا جبت لكم طبعا كميه بسيطه على اساس اللي عايز يكتر يكتر. انا عملت ال2 كيلو عشان اعرضهم عليكم ونقول هنعمل بهم ايه، تمام كده. المربى هنستعملها طبعا في حاجات كتير تشكيلات، واللي هي الصحيحه برضو ممكن نعملها عصاير نزوق بيها حاجه فهتنفعنا. كده هي بدات تغلي اهي، دخلت بقى مرحله السوى. ببدا اشيل بقى الريم، كل شويه اشيل الريم اللي عليه، يكون ريم اجي احطه واشيله في الطبق لحد ما احس انها بقى تشوفيها حالا صافيه خالص، تمام كده. وهي بتتسوى طبعا احنا مقطعينها، فبتسهل علينا عمليه كتير، ولا اضربها بهاند بريندر ولا حاجه، هي بسم الله ما شاء الله بتسوي نفسها بنفسها، تمام كده. هو شوف الكميه كانت ماليه الحله، هتشوفوهم دلوقتي بقى قد ايه بعد التسويه، على نار هاديه. وهنبدا ايه نكمل السوا، شايفينها قلت قد ايه من المستوى بتاعها، برضو لسه فيها برضو على الوش ريم كده. ببدا برضو اطلعه كل شويه واركنه. بعد كده بجيب نص عصره ليمونه، طبعا من غير بصفيها من البذر اللي فيها، وببدا احطها عليها. انا ما بحبش ملح الليمون بصراحه، انا عندي ليمون اللي هو الفريش بيبقى عندي افضل. فعصرتها زي ما انتم شايفينها في مصفى، وفصلت البذر بتاعها، وبدات اقلبها تقليبه برضو، واشيل الريم باقي الريم اللي موجود على ايه المربى. كده بغسل بطرماني بقى واجهزه ان انا احطها في قلب البطرمان، بس بعد ما تبرد، بسيبها لما تبرد خالص، تمام كده. كده خلاص بقت دخلت على مرحله السوا بتاعها، وانا مغطيه عليها النار عشان كل شويه بشوفها عشان ما تلزقش منك، تمام كده. مش حطيناش عليها ميه ولا اي حاجه. كده خلصنا المربى زي ما انتم شايفين اهو، تبص لونها بقى عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بدا لونها بقى كده ايه، مفيش لا ريم ولا فيها اي حاجه. كده المربى بتاعتنا بفضل الله استوت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هبدا بقى ايه، اشيلها بقى من على البوتاجاز واركنها. يبقى احنا عملنا المربى بتاعتنا، إيه، خرطنا البصل، عملنا البطاطا بقى اللي هنشويها دي مش في التفريزات. وعلى فكره ممكن تتفرز زي ما انتم عارفين، بنبشرها ماشي، ونقطعها شرايح. ولو هتعملي بقى حاجه حلوه كده، تحليه حلوه في رمضان، تمام. بس انا كنت النهارده الاولاد عايزينها مشويه فعملتها مشويه في الفرن. كده بدات زي ما انتم شايفينها كده المربى، بسم الله ما شاء الله. شوف لو اجيب ايه كيلو المربى ده من بره، شوف هيبقى ثمنه كام. دي كلها ما كلفتناش الكيلو ب20 او ب25 جنيه، فحلو. او انهي مربى كده كيلو كده يبقى ب25 جنيه، طبعا بيبقى ده العلبه مربى قد كده بالشيء الفلاني، تمام. فدي برضه هتوفر علينا كتير وهتنفعنا برضه باذن الله، تمام كده. كده عبيت المربى بتاعتي اهوت وخلصناها. هنبدأ بقى نخش على الحاجة التانية اللي احنا برضو هنعملها معاكم. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو، واللي طبعا وصل معايا لهنا. لو كان المحتوى بتاعنا بيعجبكم ما تنسوناش من لايك واشتراك في القناة لحبايبي الجداد، وطبعا في تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم منا اللي احنا بنعمله، يعني الفيديوهات بتاعتنا. و... وربنا يجازيكم كل خير يا رب على دعمكم وكلامكم وكومنتاتكم الجميله اللي بصراحه بتفرحنا وبتسعدنا، جزاكم الله كل خير. كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده عملت بقى الايه المربى. هنخش على الحاجه التانية. انا طبعا زي ما انتم شايفين جايبه كميه زبده، جايبه زبده بيضه بنستعملها في حاجات بقى، في اللي هي الاكلات والطبيخ والكلام ده كله. والزبده الصفراء طبعا بتستعملوها في الحلويات، وبرده اللي هي خفيفه دي اللي هي البيضه بتبقى تقيله شويه. والسمنه البقري بتبقى خفيفه خفيفه، يعني ايه بتبقى صحيه. فانا جبت مندي وجبت مندي، تمام كده. بتعرفيها ازاي السمنه يا حبايبي او الزبده؟ زي ما انتم شايفينها كده، لازم مصدر موثوق اول حاجه، تكون الناس بتتعاملي معاهم واثقه فيهم في 100%. تاني حاجه بتمسكي بتمسكي قطعه من الزبده الصغيره، وبتحسيها ان هي بتبوش في ايدك، او حطيها على لسانك ودوقيها. لو هي يعني هي يعني كويسه ومش مغشوشه،
بتحس ان هي بتبوش في بقك. ساعات بيقولك بيبقوا حاشيينها دقيق، بيبقى خلطينها بحاجات دهون. يعني مثلا ممكن يسحلك الدهن ويضيفوها لقطعه من الزبده، وممكن يحط لك ريحه السمنه البلدي وهي ما بتبقاش فيها سمنه بلدي. فبرضو الواحد لازم ياخد الحاجات دي من مصدر موثوق. كده حطيتهم هم على النار، ودي برضو هتساعدنا في ايام طبعا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. آه، خلاص كده حطيتهم على النار، وابدا اسيبهم اول ما تبدا تغلي. هبدا بقى نعمل بقى خطوات تانية. خليكم معايا في الفيديو وهنشوف هنوصل لحد بقى نخلص الحاجات اللي هي في الحوض دي الاول، ونركنها على جنب كده. البطاطا دي يا جماعه نوعها حلو جدا ومسكره، مش محتاجه سكر ومش محتاجه اي حاجه. السكر بتاعها صحي. بدات هتبدا تفور. لا انا قبل ما تبدا تفور كده بدات تكون رغاوي عندي. لو لسه فيها قطع من الزبده لسه بسيبها معليه على نار، بس بلاحظ عشان بتفور السمنه يا جماعه، خدوا بالكم اهي بتسيح على البوتاجاز لو انت معليه عليها النار. يعني تبقي متابعاها ما تسيبيهاش. كده خلاص شطفت البطاطا بتاعتي. جبت حوالي 3 كيلو بصل زي ما انتم شايفينهم كده، وهبدا اخرطهم. برضو دي تفريزات هتسهل لي جدا، سواء توم سواء بصل. بياخد مني وقت في التقطيع والكلام ده كله. لا لا لا، ده انا ببقى اعمله على طول جاهز. اخد من الفريزر عندي وابدا احط على طول مع حبه السمنه او الزيت والخضار بيبقى متوفر عندي هعمله. لو انا هعمل شويه خضار، هعمل شويه مكرونه بشاميل، الحاجات دي كلها بتبقى اي انواع كله داخل فيه البصل والثوم. فده طبعا بيسهل عليكي قوي. تسحبي من الفريزر وتروحي حاطه حته وكده الطبخه بتاعتك خلاص. مع طبعا اذا كان في طماطم مضروبه في الخلاط بالصفيه الكلام ده كله هتسهل عليكي كتير جدا. كده حطيت البطاطس زي ما انتم شايفينها كده، حطيتها بقى في الفرن. بدات بقى نخش على البصل بتاعنا. انا عماله بقى انقلكم من هنا لهنا لهنا، دي الحاجات اللي عملتها فيهم. بس بصراحه ربنا انا حتى بسحب لحد دلوقتي. يعني كل كده شويه اروح عامله لي كميه واحطهم، بيريحوني جدا بالنسبه لعمليات الطبخ بتاعتنا. ما بياخدش وقت، والحمد لله في ساعه، في خلال ساعه كده بتكوني مخلصه الطبيخ بتاعك، وتكوني مخلصه كل حاجه بدل الحاجه متوفره عندك. تمام كده يا حبايبي. كده خلاص بقى نضربها بقى، اضربها في عندك في اي حاجه، في الكبه. تمام كده. وخلاص كل ما تضربي كميه ما تمليش، حتى اللي هو اللي هو بتاع الهاند بلندر ده، اللي هو الكبه بتاع لانها بتبقى صغيره، فانصحكم ما تملوهاش قوي. لما بتملوها كميه كبيره بتحس ان يعني مش بتضرب كلها. بص عامله ازاي. انا حبيت برضه اوريها لكم اهي، وتقعد تقلبي فيها. لا حطي كميه بصل صغيره واضربيهم، لانها دي مش زي الكبه الكبيره زي بتاعه العجان اللي احنا جايبينها دي. لا دي إيه بس حلوه في الضرب بتاعها. كده اهو اتعملت الحبه، ولقيت برضه فيها قطع بصل برضه شويه كده كبيره، هوريها لكم حالا. برضه بدات اطلعها واركنها على جنب. اهي شفتوا الحته عامله ازاي. هركنها بقى وارجع بقى قللت بقى حجم البصلايه، وبقيت اخد حبه صغيرين بس عشان تسعفني، ما تقعدش اضرب مرتين وثلاثه. لا هي كميه البصل قليل، هتضرب معاك على طول الكميه كلها، مش هيبقى فيها يطلع معاها قطع صغيره. تمام كده. كده هنعمل بقى بقيه الكميه كلها ان شاء الله. كده عملنا الابيض، وهنبدا بقى البصل الظاهر بينط لوحده. عملنا كده كميه البصل. دخلت بقى بص كده على السمنه. بدا السمنه واحنا بعد كده اول ما تغلي، اول ما تبدا تحس انها هتفور، تروح موطيه عليها العين، لانها ممكن تفور السمنه كلها تروح كلها على عين البوتاجاز هتقع كلها. فلازم تهدي النار. بدات السمنه بتاعتي تفصل هي زي ما انتم شايفينها، بعد ما كانت كلها رغاوي. بدات بقى يطلع الريم كده على جنب. الريم ده برضو بطلعه. الريم اللي هو ده اللي هيكون منه المرطه. على فكره ده بيبقى ويعتبر زي الشرش بتاعه. شفت السمنه بدات هتفصل معايا. هي اول ما تفصل السمنه تظهر كده على السطح، ابدا برضو الم الريم بتاعها الابيض ده. تمام كده. وببدا بقى حطه كده في حله صغيره اللي هي الصاج دي. بجمع بقى المرطه بتاعتي والوش اهو زي ما انتم شايفين كده، وببدا احطها على جنب كده. طبعا المرطه دي لا يعلى عليها، بتبقى جميله جدا في الاكل. وبقول مفيده برضو صحيه على فكره. السمنه البلد الصحي صحي. تمام كده. في الوقت ده انا حطيت نص معلقه صغيره ملح، وحطيت برضو على التانية الصفراء نص معلقه ملح. تمام كده. ببدا اهو اشوفها، بشوف المرطه اللي تحت بدات تحمر. عشان تعرفي الناس دي بالنسبه للبنات المبتدئات، بتبصي في الملح ده بيعمل لك المرطه من تحت. تعملي ايه عشان تشوفي اللي هي الزبده استوت ولا لا؟ بتاخدي من تحت كده القاع وتشوفي. لو اصفرت من تحت اللي في القاع تعرفي كده ان هي استوت، هتطفي عليها. بعد ما تشيل الريم عليها ويكون فصلت خالص. سيبنا الزبده كده برضو. هوريها لكم تاني وهنرجع تاني. كده كنت بعمل عملت البصل الابيض زي ما انتم شايفينه. هعمل كميه البصل برضو اللي هو الاحمر ده، بينفع في حاجات والبصل الابيض بينفع في حاجات. فعملنا معاكم كميتين.
وان شاء الله برضو الايام القادمه ان شاء الله هنبدا. بص كده، شفت السمنه؟ هنبدا بقى ننزل برضو حاجات، بعض الوصفات التانية اللي ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. قبل ما يخش علينا الشهر الكريم بنكون يعني مجهزين نفسنا وقاعدين بس كده ان شاء رب العالمين نسبح ونستغفر ونذكر ربنا وندعي. كل واحد طبعا على حسب حاجته مع ربنا سبحانه وتعالى. و... وربنا يتقبل منكم رمضان يا رب، ويجعله ان شاء الله عام سعيد علينا وعلى امه محمد اجمعين، ويخش علينا بالفرح والسرور والهنا والرضا والقبول من الله عز وجل. كده شايفينها بدات تفصل ازاي كده؟ خلاص اللي هي السمنه اللي هي الصفراء برضو كان نفس الشكل اللي عملناه هنا هنعمله برضو مع الايه، مع او الزبده البيضاء. تمام كده. كده عندي خلاص ضربت البصل بتاعنا. كده خد وقت فعلا مني، بس ولكن لو انا كده انا لسه ايه يعني، لسه ما دخلتش في ايه، في شهر الطاعه، مش عايزه اضيع وقت. انا قلت اعمل الحاجات دي، وبعد كده بقى الحاجات دي بقى ايه، مريح بقى، احنا مريحين لحاجه تانية افضل واعلى واكرم. تمام. كده خلص هنا الحبايبي البصل. هبدا بقى اجيب اكياس واعبيهم. انت عبي، مش هنقول على حسب الطبخه، لا انت بتعبي، هتشوفيني بعبي كميه قد ايه، وبتكسري منها على حسب حاجتك، بتفرديها، هوريها لكم حالا طبعا. وبتبدأي على حسب ايه الكمية بتاعتك، او على حسب المكان اللي عندك في الفريزر او الديب فريزر. هنعبي كمية بكمية كده اهوت ونحطهم. ولما اجي اطبخ بطلع ايه قطعة منها، بطلع حتة كده من الكيس وابدأ على احطها على حسب الطبخة بتاعتي او على حسب احتياجي. تمام كده. لكن التوم بصراحة ما بفضلش التوم اللي يكون مفروم، بحس ان هو برضك مش باخد الفايدة منه كلها. تمام. انا عندي التوم بيبقى صحي، وناس كتير قالوا لا التوم لما يكون مفروم برضو بيدعم منه فوائد كتيره جدا، فخليه فريش احسن. تدقيه تفرميه على طول في ساعتها الفصين اللي بتعمليهم، وكمان بيبقى ريحته، وحتى لو في الملوخيه في حاجه بيبقى جميل جدا. تمام كده. كده عملت اهوت التوم الاحمر، عبيته في اكياس اهيت زي ما انتم شايفين. اللي بقوله التوم اللي هو البصل، وعلى طول تدخليه الفريزر. برضو الابيض اهوت بدات اعبيه. تمام كده. وتفرغي طبعا الكيس من الهواء. وزي ما انتم شايفينه كده حبايبي، يبقى عملنا ايه البصل، وسيحنا الزبده بتاعتنا، وكمان عملنا التوم معاكم النهارده. وكنا عاملين قبل كده تفريزات اللي هي الطماطم بطريقه جميله جدا وحلوه قوي. ان شاء الله تريحكم كتير. يعني طماطم وبصل وتوم، الحاجات دي كلها بتوفر عليكي وقت وجهد في شهر الطاعه. فزي ما انتم شايفين كده حبايبي، عبيتهم في اكياس كده زي ما انتم شايفينهم. هبدا اخدهم بقى ونحطهم فين، في قلب الفريزر. وتقطعي بقى من الاكياس دي قطع على قد طبختك. تمام كده. فدي هتريحك وتوفر عليكي وقت وجهد ان شاء الله. إيه كده حبايبي، نفس الشكل. عملت بقى السمنه بتاعتي. بدات اجيب البطرمانات وافضيها قدامكم اهو في قلب في قلب البطرمان. بس السمنه البيضه بتاعتي سويتها شويه، هتشوفيها حالا. دي السمنه اللي هي الصفراء، اللي هي الزبده الصفراء زي ما انتم شايفينها كده. انا سايبه بقى الحبه الاخرين اللي هم فيهم المرطه كده، عماله ايه عشان ما تنزلش في قلب وقلت حتى دول اطبخ بيهم، حتى اللي باقيين في الحله احطهم في الطبخ وكده، على بال ما ترقد ايه اللي هي الزبده اللي تحت. تمام كده. كان حبه بقى وقعوا مني في الصينيه، طبعا دي زبده بلدي وكده. فقلنا بقى نشيلهم على طول، برضو نفضيهم في قلب الايه البطرمان بتاع الزبده زي ما انتم شايفين. طبعا حاجات غاليه جدا، وربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. كده هنبدا بقى كده خلاص سيحنا سمنتنا وعملنا البصل بتاعنا. دي من الحاجات التفريزات البسيطه اللي ممكن نعملها في شهر في شهر شعبان ان شاء الله. طبعا مع الطاعه برضو، لان الشهر ده مهم جدا جدا. ده اللي اكتر شهر كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصوم فيه. فاكثروا من الصيام في شهر شعبان. تمام. ربنا يعيننا على الطاعة يا رب إن شاء الله، وتقبل منا رمضان ويرزقنا صيامه وقيامه. هنا السمنة البيضاء زي ما انتم شايفينها اصفرت شوية، لأن أنا سبتها على النار في الحلة، ما فضيتهاش على طول، فزي ما تكون زادت سوا. لكن هي هوريها لكم حل في البرطمان برضو تاني، هوريكم بياضها وشكلها بقى ايه بعد ما تهدى. بتبص لها بيضة كده. عندي التوم برضو هو جهزته، وبدأت بقى ايه احطه في قلب التلاجة، في باب التلاجة، مش بحطه في قلب الايه في قلب الفريزر، انا حاطاه كده بره. وكده السمنه حبايبي زي ما انتم شايفينها اهي، دي الصفرة اهيت، بسم الله ما شاء الله مرمله وجميله زي ما انتم شايفين. وطبعا البيضه اللي قلت لكم عليها كان لونها محمر، ولكن هي هوريها لكم حالا برضو. تمام كده. اهي بس هنزل السمنه اللي هي بتاعت الصفرة عشان ما ايه ما تبقاش مع البيضه عادي بقى، هي ما فيهاش مشاكل. بس اهيت ادي السمنه حبايبي اهيت. اهيت. المفروض كمان بس بيضه عن كده،
لكن هي كده حلوه لحد ما رقدت بقى كده ايه السمار اللي كان فيها. وزي ما انتم شايفينها، يا رب الفيديو بتاعي يكون بعض الشيء نفعكم او عجبكم. فلو عجبكم ان شاء الله الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه. وكل عام وانتم بخير. اشوفكم على خير يا حبايبي. يا رب يكون بنديكم بعض بس الاشياء اللي تفيدكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله، وكل عام وانتم بخير.